تخيل تغير حياتك بجد في سنه 2023 ب5 حاجات بس. اول حاجه، اوعى تربط قيمتك او قيمه حبك بنفسك بالانجاز اللي انت بتعمله، عشان ساعتها هتبقى ناهم للانجازات بس مش هتستمتع بالرحله. تاني حاجه، سيبك بقى من اللي حاصر النجاح في المذاكره بس، دي قوالب بيحاولوا يحطوا النجاح فيها، ولكن النجاح ممكن يكون في ان ام تربي اولادها تربيه صالحه وصحيحه للمجتمع. نجاح مثلا في انك تكون ناجح في الرياضه، النجاح برضو انك تكون بيزنس مان ناجح لو انت عايز ده. النجاح يبقى في الحته اللي انت عايزها والحته اللي انت حاسس فيها بكيانك. تالت حاجه، الراحه اهم من الشغل، وده تجربه شخصيه. انا قعدت فتره طويله قوي اشتغل 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 لحد ما وقعت مني فجاه في وقت ما كانش ينفع اقع فيه، وده دمر لي الدنيا ورجعني خطوات كتير ورا. عشان كده لازم يكون في عندك وقت للراحه يكون ممنهج علشان ما تقعش في وقت انت مش عايز تقع فيه. رابع حاجه يا جماعه، الجوكر في تنظيم الوقت اقسم بالله الانضباط. انت ممكن تعمل 100 جدول وحرفيا ما تلتزمش بيهم، بس لما تكون منضبط ومسؤول ناحيه اي كلمه انت بتقولها ساعتها هتتحرك وهتحقق كل اللي انت عايزه. 5، اهم استثمار هو الاستثمار الذاتي، ولازم تستثمر في نفسك في انك تتعلم.